السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله جبنا يا جماعة كتاكيت جديدة عمر 15 يوم. دلوقتي بقى يا جماعة موضوع العمر 15 يوم بقى منتشر خالص بالنسبة للناس اللي هي ما عندهاش وقت تحضن وكده. طبعا عمر 15 يوم ماشي ب 600 جنيه اليومين دول. فهم عشان عمر 15 يوم ماشي ب 600 جنيه فبيطلعوا لك اصغر شويه، يعني دولت كده يجوا لهم عمر 12 يوم، عمر 10 ايام كده. بسم الله ما شاء الله، فيهم الكبير وفيهم الصغير، يعني ايه احجامهم متفاوته مش كل قد بعض. فاحنا بقى بعد ما جبناهم هنخليهم كده ساعه من غير ميه ومن غير اكل، وبعد كده هنبتدي نحط لهم ميه واكل يكونوا ريحوا بس من المشوار ومن الحر. بعد الفراخ بقى يا جماعه ما ريحت معاكي ساعه زي ما احنا اتفقنا كده، هنبتدي بقى نحط لهم الميه اول حاجه. بصوا يا جماعه، لو انتم زي كده ايه مش وراكوش حاجه، انا مستعجله بصراحه، لو انتم ما وراكوش حاجه ممكن تخلوا الميه بس وتحطوا الاكل كمان شويه. لكن انا مثلا هننزل مثلا عندي درس ولا عندي حاجه، بقى هنحط لهم الميه والاكل وننزل على طول. بس يستحسن ان احنا نحط الميه ونسيب الاكل بعدها بفتره. طبعا هما ايه، دي مش السقايه ولا الحاجات اللي انا المفروض نحط فيها، بس انا مستعجله. هنحط لهم ميه واكل ونسيبهم شويه، وبعد كده على ايه، على نقضي مشاوري وكده هنظبط لهم بقى الدنيا ونظبط لهم المكان زي ما احنا متعودين بنحضر الحاجه مع بعض بشكل شكله ايه. زي ما احنا قلنا عمر 10 ايام او عمر 12 يوم دلوقتي هيدخل له فيه حوالي 600 جنيه، و عمر 15 يوم ب 600 جنيه، لكن عمر 10 ايام و12 يوم بيبقى بحوالي 450 460 وفي ب 480 على حسب المكان اللي انت شاريه منه وعلى حسب نوع الفرخ نفسه. انا قلت له انا عاوزه انضف فرخ عندك، ومتفقه معاه من قبل ما يجيب لي ان هو يجيب لي انضف حاجه، عشان كده جاب لي نوع نضيف وب 450. يبقى ال 10 ايام او ال 12 يوم ب 450، لو عايزينهم عمر 15 يوم هيبقوا ب 600 جنيه. اللي ماشي اليومين دول ب 600 جنيه. عمر يوم النهارده ماشي ب 30 جنيه. ما احنا كده عرفنا الاسعار وعرفنا الاسعار عنده عامله ازاي، عشان لو عاوزين تجيبوا حاجه وتحضنوا لازم تملوا الفريزر وتملي دنيتك قبل العيد الكبير، بحيث ان في العيد اللي عنده لحمه ولا كده هيسحب لحمه، بس تبقى عامله في حسابك مثلا يوم الوقفه قبل العيد، يبقى الدوره دي هتطلع في العيد ان شاء الله، تطلع لاكل اللي قبل العيد بيوم باسبوع كده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.